المغرب على الحكم الذاتي استراتيجية سياسية تهدف إلى توجيه الرأي العام الدولي والتغطية على نصوص الشرعية الدولية. بالفعل لا، هو الحديث المغرب عن هذه الأطروحة الحكم الذاتي هو حديث قديم، تم فقط شرعنته بدعم من عدد من القوى على مستوى مجلس الأمن، لكن التاريخ والجغرافيا لا يمكن تغييرهما، هذا شيء مؤكد. يعني حتى مثل فرنسا 132 سنة وهي تقول أن الجزائر فرنسية، لكن في نهاية المطاف طردت شر طردة، وهو نفس الشيء الذي سيحدث مع الاحتلال المغربي. يعني اليوم القرار الأممي أضاف عنصرا آخر يتحدث عن ما يعرف بالحكم الذاتي كآلية أخرى. وحتى لو تحدثنا عن الحكم الذاتي، الحكم الذاتي لا يعني بأي شكل من الأشكال أن الصحراء ستكون يوما ما تابعة للمغرب، وهو دليل آخر أنه الصحراء صحراوية وليست مغربية، لأن المغرب إذا قبل حتى الحكم الذاتي هو التنازل عن هذه الأرض الذي يدعي أنها ملك له عبر التاريخ. وأصلا يعني المغرب أساسا عبر التاريخ لم يكن تقريبا موجودا، لو نزعنا له الريف ونزعنا له مملكة مراكش إلى آخره ما راح يبقى فيه والو. ومع ذلك اليوم المغرب يلعب على الدعاية ويلعب على التحالفات الخبيثة. يعني التحالفات الخبيثة، تحدث عن تحالفه مع عدد من القوى في أوروبا، مع اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، مع الكيان الصهيوني، مع عدد من الدول العربية. خلينا نسمي الأشياء بمسمياتها، من بينها الإمارات. المغرب لم يجد إلا في هؤلاء من يتشبث ويروجون لهذه الأطروحة. لكن الواقع موجود على مستوى الأمم المتحدة اليوم، أنه هذا الشعب، أنه أولا هذه الأرض هي محل نزاع، وأنه من حق هذا الشعب تقرير المصير. فكرة الحكم الذاتي هي فكرة